عليكم. أصيب عدد من المعتكفين في المسجد الأقصى في اقتحام الجيش الإسرائيلي المسلح القبلي لإخراجهم من هناك وسط أجواء توتر شديدة في المكان بحسب مصادر فلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وافا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة باحات المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المصلين وحاولت إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين بالقوة، وأطلقت قنابل الصوت داخله في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى وذبح قرابين الفسح. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد واعتدت على مجموعة من المرابطين داخل باحاته وأخرجتهم بالقوة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي وقطعت التيار الكهربائي عنه وأطلقت قنابل الصوت داخله وحاولت إخراج المعتكفين منه بالقوة. وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع بداية الفسح، إلا أن هذا العام شهد أيضا دعوات مكثفة لذبح قرابين العيد داخل باحاته. وكانت حركة عائدون لجبل الهيكل المتطرفة قد رصدت مكافأة قدرها 20,000 شيكل للمستوطن الذي يتمكن من ذبح قربان الفسح داخل الحرم القدسي. كما رصدت الحركة مبلغ 5,000 شيكل تعويضا لأي مستوطن يتم اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى الحرم القدسي. ودعت المستوطنين للتجمع ما بين الساعة 3:50 عصرا وحتى الساعة 7 مساء الأربعاء عند الأقصى لتقديم القرابين. لعنة الله على بني صهيون. إلى اللقاء في خبر آخر. لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا لكم.